كده هدف التعادل كان في الدقيقه 47 الوقت الضايع. كده بنجامين هدف تاني. كل التوفيق طبعا لسموحه باذن الله. ادي هدف التعادل بتاع بانو ديوارا. ادي الكره بتعاد مره تانيه. ادي المسكه هنا من الاول من البدايه خلاص فقد توازنه الراجل واتزحلق. انذار لاحمد صابر وكان عنده انذار في الشوط الاول. هل ده انذار تاني ولا ايه؟ كان عنده انذار في الشوط الاول احمد صابر وده انذار تاني، يبقى في كارت احمر. هنشوف البنا في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدل الضائع. بالفعل كارت احمر. احمد صابر بياخد انذار في الدقيقه 93. انذار تاني عشان الراجل من هنا ولا ايه؟ حطها حلوه حلوه حطها، لكن عايزه تبقى واطيه شويه. الراجل سدد بوش رجله كده رايحه فوق المقص الشمال، فيها قوه لكن عايزه تبقى اوطى شويه بعيد فوق عارضه محمد. التعادل ليس في مصلحة الداخلية ولا أيضا في مصلحة سموحة. كان البادئ بتسجيل بنيامين في الدقيقة 28 من عمر المباراة. أحرز الهدف الأول بنيامين، ثم أضاف بعد ذلك حسام حسن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضياع في الشوط الأول الهدف الأول بالنسبة لفريق سموحة. وجاء بعد ذلك بنيامين في الدقيقة 50 بيحرز الهدف الثاني لفريق الداخلية. ثم جاء ديوارا في الدقيقة 68 البديل مكان المنوفي في دقيقة 68 بيحرز الهدف الثاني لفريق سموحة. تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.